كيفاش خديت الاقامه في النمسا؟ هذا سؤال كيطرحوه عليا بزاف ديال الناس. محمد كيفاش خديتي الاقامه في النمسا؟ انا في هذا الفيديو غادي نشرح لكم كاملين كيفاش خديتها وشنو غادي تحتاج والوراق اللي غادي تحتاجهم، وغادي نعطيكم كاع لي زانفورماسيون عليها. فما عليك الا تبارطاجي نتا هذا الفيديو باش بزاف الناس يتفرجوا فيه ويستافدوا، حتى انا غادي تحفزني باش مره اخرى نقلب لكم على شي معلومه اخرى ونبارطاجيها معكم. ومن فضلكم عفاكم دخلوا عندي الانستغرام نفس السميه محمد اسلام، ويوتيوب تا هو محمد اسلام، ودعموني وشجعوني انا باش نبقى نبارطاجي معكم لي زانفورماسيون ونبقى معكم في نفس الريتم. ومهم ما نطولش عليكم الفيديو. الاخوان، من بعد انا نشرح لكم طريقه كيفاش قديتها انا كشخص، ماشي شي واحد اخر واحد خويا يطبر راسو. انا نقول لكم كيفاش شديتها. انا من بعد ما طلعت الاقامه، من بعد ما طلعت النمسا، عقد موسمي اللي هو 6 شهور. كان عندي فيزا ديال 6 شهور، طلعت بديت الخدمه، ما عجباتنيش شونجيتها. المهم هادشي ما عندوش علاقه بالاقامه. شونجيتها لخدمه اخرى حتى هي موسميه عادي بنفس الفيزا باش خدام. فما عليناش، دخلت عندهم الشهر الاول، قلت لهم اودي راه بغيت خدمت واحد الشهر الاول وانا نقول لهم اودي راه بغيت الاقامه. قلت لهم ممكن تدفعوا لي الاقامه باش نبقى معكم ديما، يعني وقت ما كان زعما نبقى ديما ايفري سيزون نخدم معكم ديما، ما نضطرش نرجع للمغرب 3 شهور. قال لي المدير ماشي مشكل، قال لي نجربوا زعما ندفعوا عليك، ما عندناش مشكل. واخا هما كيخدموا زعما 6 شهور 5 شهور 5 شهور. سو جايز، من بعد ما وافقوا انهم يدفعوا عليا، طلبوا لي الوراق اللي هما خاص يكون عندك الA واحد بعدا في اللغه الالمانيه. ثاني حاجه خاص يكون عندك A1 في اللغه الالمانيه، والدبلوم ديال لا كويزين ولا ديال الدومين اللي كتمارسو انت يكون عندك فيه الدبلوم. وشوف نورمالمون كيطلبوا ديال الدوله يكون فيه عامين، ولكن ديجا طلع عندي واحد الدري، انا دفعتها بديال الدوله. ديجا طلع عندي واحد الدري قال لي في اللايف، قال لي يا محمد راه شديت الاقامه بريفي، ديبلوم بريفي ديال عامين. ولكن هادشي راه ما كينحصرش على كاع، يعني ماشي في كاع الولايات هنا في النمسا، كاين اللي ما غاديش يقبلوا لك. ما عليناش، المهم كاين اللي غيقبلوا، هذا اللي مهم. ديبلوم ديال الدومين ديالك يكون ديال عامين. ديبلوم ديال اللغه الالمانيه A1 ولا اللغه الانجليزيه A2. انا دفعتها باللغه الالمانيه A1. لافيش ديال البوليس مترجم لابوستيل ليه هو الترجمه. ديبلوم ديالك ديال الدومين مترجم بلابوستيل الاصلي والترجمه. فيش لانفورماسيون كتاخدو من المدرسه اللي قريتي فيها داك الدومين، كيعطيوك واحد الفيش ديال لانفورماسيون فيه كاع داكشي اللي قريتي والسوايع اللي قريتي فيه. سميتو ديالك عاوتاني، عقد الازدياد ديالك حتى هو، التصاور ديالك كتدفع عليهم فوتوكوبي ديال الباسبور. الباك ديالك انا طلبوا لي الباك، وحيداش انا مزوج عطيتهم العقد الزواج ديالي تا هو مترجم وبالابوستيل الاصلي والترجمه ديالو. يعني اي حاجه كدير لها الترجمه كدير لها الابوستيل قبل ما تترجمها العاديه، وفاش كترجمها كتاخذ ديك الترجمه حتى هي كدير لها الابوستيل. ما ليناش، يعني هادشي كامل اللي احتاجيت. وكتحتاج واحد 150 اورو ولا 160 كل واحد شحال كيطلبوا ليه. المهم ما ليناش، صافي هادشي اللي كنت محتاج انا. دفعت ليه هاد لي دوكيمون، عطيتهم انا الباترون كيصيفطهم هما للبي اش، يعني كيصيفط هو كيسكانيهم وكيصيفطهم للبي اش عند البوليس. المهم ما عليناش، انا وصل الموعد ديال البصمات. قال لي الباترون عندك الموعد هاد في هاد الديت. صافي وصلت ديك الوقيته، مشيت درت البصمات، حطيت سميتو، عطيتهم التصاور ديالي والبصمات. التصاور ديتهم انا وعطيتو درت البصمات. قالت لي نيكست فوخ جي دير لها سميتو داك السيمانه الجايه جي دير لاكارت ديالك، حيت هاد البلاصه اللي انا خدام فيها كتخرج فيه الاقامه بواحد السرعه اللي هائله. 5 ايام خرجت لي الاقامه ديالي. دازت 5 ايام، عيطوا للباترون قالوا لي راه الاقامه ديالو راه وجدات. الباترون صونا لي مع الصباح قال لي محمد سير جيب لي الاقامه ديالك، لاكارت ديالك راه تسريدي. مشيت جبتها، مشيت ناخذها، خلصت تما واحد 40 اورو حيت الباترون كان مخلص داك الديفيرنت اللي كاين، يعني خلص واحد المونطو. انا كملت داكشي اللي بقى، ديك 40 اورو عطيتها وخديت الاقامه ديالي وجيت. دازت واحد اليومين ولا 3 ايام، ما بقيتش عاقل شحال بالضبط. صيفطوا لي واحد التصويره دي واحد الورقه بانني خاصني نمشي ندير التيست ديال على الصدر، ديال الراديو على الصدر. مشيت في ديك البلاصه اللي طلبوا لي انني نمشي ندير فيها داك التيست.
مشيت درتو، وقفت حدا سميتو داز السكانر لي، المهم دوزو ليا داكشي على صدري، صورات صدري، قالت لي الله يعاونك هما غيتكلفوا يديو داكشي ليهم. صافي رجعت بحالاتي، الإقامة ديالي ها هي وبخير وعلى خير. يعني ماشي شي حاجة صعيبة بزاف، خاصك غير تاخد داك عقد موسمي انك تدخل لمسا، اللي اهم هو انك تدخل لمسا. فبارطاجي معك الفيديو الى عجبك، وما تنساش دوز عندي اليوتيوب و... ودوز عند الانستغرام الى جات على خاطركم بالطبع. وتحياتي لكم، كان معكم محمد اسلام. تشوز.